السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة الخبر. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نهضروا على الإنجاز الكبير ديال المنتخب الوطني المغربي للفوتسال اللي صدم مدرب إيران وتفوق عليهم في ثمن نهائي كأس العالم داخل القاعة، وتأهل لربع النهائي باش يواجه المنتخب البرازيلي القوي. وفوق من هذا الشيء غادي نهضروا على منتخب المغرب يستقبل أسدا جديدا رسميا. تابعونا للتفاصيل الكاملة. نبداو بهذا الخبر. هو الأول، رسميا منتخب المغرب يستقبل أسد جديد. الاتحاد المغربي لكرة القدم غيزف خبر الوالد الركراكي المدرب ديال المنتخب المغربي بخصوص أسامة الصحراوي اللي كيلعب مع فريق ليل الفرنسي. وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أن الفيفا وافقت على الطلب ديال تغيير الجنسية الرياضية ديال الصحراوي، وبهذا غادي يقدر يلعب مع أسود الأطلس. وحسب تقارير صحفية، الصحراوي والناس اللي معاه كانوا متيقنين باللي غادي يمثل المنتخب المغربي بلا ما يلعب مع النرويج. الاتحاد النرويجي كان صرح من قبل أن الصحراوي رفض يمثل منتخب النرويج وفضل يلعب مع المنتخب المغربي في الفترة الجاية. وكان الصحراوي قد بدا الإجراءات ديال تغيير الجنسية الرياضية ديالو من النرويجية إلى المغربية، وغادي يكون حاضر في التجمع ديال أكتوبر الجاي. غادي يواجه المنتخب المغربي في شهر أكتوبر الجاي جمهورية أفريقيا الوسطى في مباراتين ذهابا وإيابا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم إفريقيا 2025. وما ننساوش أن المنتخب المغربي كيشارك في تصفيات الكان كتحضير للمشاركة في البطولة القارية اللي غادي تكون في بلادو في السنة الجاية. ندوزو دابا للخبر ديال الزلزال اللي دارو المنتخب المغربي في وسط القارة الآسيوية، وبالضبط في إيران وفي أوزباكستان، بعد ما فاز المنتخب المغربي وطرد إيران من كأس العالم المنتخبات الفوتسال. المنتخب المغربي تصدر مجموعته ب9 النقاط وبنتائج كبيرة، واخرها الفوز على فرنسا ب4-1 في مواجهه منتخبنا اللي كان ناقصينه بزاف ديال اللاعبين بسبب غيابات مؤثره. ومع الضغط الاعلام والجماهير الكبير كان خاص المنتخب يفوز في هذه المواجهه الاولى ما بين المنتخبين في هذا الكاس، والنتيجه كانت لصالح المغرب في 3 مواجهات. التصريحات الناريه اللي خرج بها مدرب ايران زادت الصدمه اللي حس بها اليوم. الاعلام الايراني ما صدقش راسو باللي كان مرشح اسبانيا تفوز وغادرت البطوله، ورشح ايران حتى هي خرجت باين اللي كيرشحوا غادي يخسر. اللي تجاهلوا المنتخب المغربي وقالوا ماشي من بين احسن 5 أو 6 المنتخبات اللي قادره تربح كاس العالم. ها هو هشام الدقيق وولادو كيجاوبوه عليهم دابا. الاعلام الايراني ما رشحش المغرب، والمغرب دابا في ربع النهائي وايران برا البطوله. صدمه كبيره عندهم في الاعلام وفي الفريق الايراني اللي كانوا مسمين الماتش حياه او موت. كانوا واثقين بزاف وكيقولوا جايين يلعبوا النهائي، ما كانوش كيتصوروا حتى سيناريو اخر غير الربح قدام المنتخب المغربي. ولكن الثقه الزايده والغرور خلاتهم يحسوا انهم ضامنين النتيجه قبل ما يبداو الماتش ب 48 ساعه. ما كانوش كيشوفوا المنتخب المغربي قدامهم، كانوا كيقولوا صافي ما كاين حتى فريق يقدر يوقفنا. ولكن ملي تلعب ضد المنتخب المغربي راك كتواجه العزيمه والاصرار. وراء التيشيرت المنتخب المغربي كيعني الروح والفداء قبل اللعب الفني. هما استغلوا الظروف اللي مر منها المنتخب المغربي في هذه البطوله من اصابات وغيابات وضغوطات، وزادوا حسبوا ان المستوى الفني ديال المنتخب ما كانش هو الافضل. ولكن ها هو دابا المغرب كيرد عليهم في ربع النهائي. كنت كنتسنى هذا الشيء، وبناء عليه شديت في كلام سواء ديال الاعلام او ديال مدرب ايران اللي كانوا كيقولوا ديما ان الماتش بالنسبه لهم مضمون وانهم جايين وكيحضروا للقاء البرازيل في دور الربع. كانوا كيقولوا ما كاينش اهميه واش طلعنا الاوائل ولا الثانيين، ماشي مشكله. ولكن الصدمه كبيره اليوم اللي سببها هشام الدقيق بالتكتيك ذكي واداء لاعبي المنتخب المغربي بالاصرار والفن والابداع والخطه المحكمه والربح ديالهم اليوم قدام المنتخب الايراني والتاهل لمواجهه البرازيل. غادي تقول لي خرجتي من خصم قوي وغادي تنافس مع خصم صعب منه. نقول لك ماشي مشكل، المهم ايران برا والمغرب في دور الثمن. المغرب كونه بطل افريقيا 3 المرات وبطل العرب 3 المرات، وفايز على ايران في كاس تايلاند 2022 وفايز عليهم
في جوج ماتشات وديين بالمنتخب الاول ورديف. المنتخب المغربي كان عنده امال وطموحات الجماهير للوصول لنصف النهائي ويتجاوز الرقم اللي حققناه لطاونية 2021. ما كانش معقول بعد كل هذه الصورة نخرجوا من دور 16. الظروف الصعبة، الدروب اللي طحنا فيها ضد المنتخب البرتغالي، والخسارة في دور المجموعات، حتى من بعد ما ربحنا بنما وطاجيكستان كان الأداء في الماتشات كيخلي علامات استفهام، ولكن تغلبنا على كل هذه الظروف والضغوطات. الآن المنتخب المغربي والجماهير ديالو في كل مكان فخورين بما قدمه اللاعبين في البطولة والتأهل لدور الربع. شفنا كيفاش إسبانيا خسرت قدام فنزويلا اللي هي كانت ثالثة المجموعة، وفنزويلا اللي خسرت من إيران ب7 غلبت إسبانيا اللي الناس كانوا كيرشحوها للفوز بالمونديال خرجت، وحنا كمنتخب مغربي باقيين في البطولة. وإيران اللي كانت مرشحة تلعب ضد البرازيل خرجت، وحنا مكملين دور الربع ان شاء الله على الاقل. الان غادي نعاودوا الانجاز ديال طاونية 2021 اللي كان الصدام فيه مع البرازيل في دور الربع وخسرنا بصعوبة ب1-0. غادي نهضروا على المواجهة ديال المغرب والبرازيل نهار 29 ان شاء الله، ولكن بغيت نشير لنقطة معينة. ما تحاولش تتحدى المغاربة، اللاعبين الاساسيين ديالنا غايبين بطبيعه الحال. في الفوتسال كنعرفوا التغييرات كيكونوا 4 اللاعبين، ومن بعد 4 أو 5 دقائق كيبدا التبديل، ولكن خاص يكون عندك تشكيل بحال القوه ديال الاولين. المنتخب المغربي اليوم بحال يطير بجناح ونص مع الاصابات والغيابات اللي كيعاني منها. كنبداو ب4 لاعبين ما يقدروش يكملوا الماتش كامل، ولكن منين كتنزل ال4 اخرين ما كيبقاوش بنفس القوه. رغم هذه الصعوبات تغلبنا عليهم، والحمد لله بفضل الله ومجهود اللاعبين فوق الارضيه والمدرب هشام الدقيق اللي نجا من الفخ الايراني وقدر يربح المباراه ويتاهل للمواجهه البرازيل. ومن هنا نكون قد انتهينا هذا الفيديو. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد ان شاء الله، وشكرا.